السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. بكلم حضراتكم من مكان ما على وجه الكره الارضيه من مصر الحبيبه. ربنا يسعد حضراتكم جميعا. فيديو طوارئ كده لان المشكله دي اتكررت كتير قوي قوي قوي، ومش عند حد معين، بالعكس في اكتر من مكان. وان دلت على شيء فانما تدل على فراغه العين وعدم البحث عن بنت الاصول من الاساس، والرضا بنصيبه لكن الطرف الثاني مرضيش. يا سادة محترمين، الموضوع اللي بتكلم فيه النهاردة من الامور المحببة الى رب العباد، ان ينصف المظلوم ويرد له حقه. وربنا بيحب المظلوم علشان يرد له حقه ويخليه يشوف بعينه وينتقم من الظالم ايا كان درجته عند المظلوم. رب الأسرة المريض، وقبل ما يكون مريض كان بكامل صحته وكان بكامل وعيه وكان بكامل نشاطه وحيويته، وجيبه دايما كان عمران، وما زال يصرف على بيته من الألف للياء. ما بيبخلش على بيته مثقال ذرة. احتمال يبخل على نفسه لكن يبخل على أهل بيته مستحيل. في بداية الأمر زوجته، وبعد كده ربنا بيبارك وبيكون في ذرية. نتمنى انها تكون ذرية صالحة من الابناء ومن البنات. بيتغير الحال ليه في الكبر؟ مش هو ده برضو الحبيب والخطيب اللي دخل بيتك ايتها السيدة الفاضلة في يوم من الايام وكان عندك فرخة بكشك، وما بتصدقي اليوم يجي اللي بيزوركم فيه علشان تعملي له المحمر والمشمر؟ ايا كان المحتوى بتاعنا والاكل بتاعنا والشرب بتاعنا والزمن اللي كنا عايشينه، برضو كانت الامور غالية. اوعوا تقولوا خلي اللي فات يرجع وقول للزمان يرجع يا زمان. ده في افلام لعبد الفتاح القصري رحمة الله عليه داخل بيطلب علاوة من المدير بتاعه، يقول له الحياة غليت. يعني قصدي كلام ان محدش يقول ايوه كنا بنقدم المحمر والمشمر بس الظروف اختلفت. يا سادة محترمين، اهم حاجة الرضا. فالرضا ربنا يحط البركة. مفيش رضا بتتنزع البركة، وطالما اتنزعت البركة الله في سماه لا بقرش ولا بمليون ينفع معانا. يا سادة محترمين، رب الأسرة صعبان عليا جدا. مش معنى كده ان انا منحاز للرجل ضد المرأة، بالعكس. بس انهي مرأة اللي ربنا وصانا عليها ورسوله الكريم جزمتها فوق دماغي وعلى رأسهم امي واختي وزوجتي وبناتي. انا بتكلم بصفة عامة لو كان عندي بنات، وبتكلم بصفة عامة لو كان عندي زوجة، لكن اكيد عندي ام وعندي اخوات بنات جزمتهم فوق دماغي، لان انا شايف فيهم المرأة اللي ربنا وصانا عليها وبيها. الراجل يشتغل ويفحت طول العمر وهو بكامل صحته، ويبدأ بعد كده الابناء يكبروا من حواليه، وبدل ما يفرحوه زي ما هو ما بيفرحهم، للأسف ان بيكونوا نقمة عليه. كتلة من الفشل بتتحرك قدامه. كل ما العيل ما بيكبر ورجله بتشيله ومصاريفه بتزيد وطلباته بتزيد، وما بيلاقيش الام السوية اللي تقول له ابوك قبل اي شيء، خد رأي ابوك. وبرضه في اللي ما بيلاقيش الاب اللي يقول له خد رأي امك. الموضوع سهل جدا يا سادة يا محترمين. اب وام هما الاتنين يتفقوا على كلمة واحدة: ازاي نربي ابنائنا تربية محترمة. هتربوا العيال تربية محترمة لو اتفقت انت وزوجتك. يعني معنى كلامي ان هي ما تنفذش عليك كلام غصب عنك، وانت ما تنفذش عليها كلام غصب عنك. هتلاقوا عيالكم مش هيقدروا ياخدوها من وراك، ومش هيقدروا ياخدوك من وراها ويلعبوا على الجنبين. اتفقوا مع بعض هتطلعوا بأسرة محترمة. ونرجع لكلامنا، نلاقي العيال مالت للأم على حساب الأب المريض ويكونوا سبب في زيادة مرضه. وهنا لما بتكلم اقول أب مريض ما بتكلمش على سكر وضغط وقلب والكلام الفاضي ده. لا، في أمراض يا سادة يا محترمين، هي الأمراض كلها ما بتموتش، ولكن إهمال المرض يؤدي إلى الوفاة.
ففي امراض يا ساده محترمين مجرد ما بتسمعوا اسمها فقط الانسان بيحصل له احباط وممكن ينتهي في لحظه. ففي ابهات كتير رجال كتير بتصاب وسيدات، ولكن انا هنا بتكلم على الراجل بخصه هو. ابص الاقي العيال مالت للام، والام تعصي الابناء على الاب، والاب قوته بتنهار ويوم بعد يوم بيضعف والجسم بيضعف، ويبدا يتكلم مع الزوجه خلي العيال يرجعوا في طاعتي، وطاعتي يعني طاعتك. تبدا الزوجه تيجي في صف العيال وتقول له هو ده اللي موجود. يعملوا ايه؟ يبدا العيل ينحرف، يخرج ويسهر ويروح ويجي، محدش يقول له انت بتعمل ايه. وفي النهايه شرب السجاير وشرب الشيشه، وبيكونوا دول اقل الخسائر كمان من شقى ومن كد الاب المريض اللي ما زال في البيت مريض، ولكن ما زال هو اللي بيصرف على البيت. وبكل بجاحه وقله ادب تخرج الزوجه لاهلها ما تلاقيش فيهم حد عنده عقل عشان يقول لها ارتجعي واتقي ربنا، اللي انت بتعمليه ده غلط. للاسف ما بتلاقيش، لا ده بالعكس بيشجعوها على الخلع. بيقولوا لها خلاص الشقه ما مكتوبه باسمك، والفلوس عندك في دفتر التوفير، والذهب في ايدك وفي شنطتك، وعيالك تحت طوعك، وهو النهارده ولا بكره هيموت. سيبك منه، اعملي خلع وسيبك منه. وفي اللي بتمشي ورا الاهل وبتعمل خلع فعلا وبيسيبوا الاب مرمي في البيت لوحده. هي دي رحمه؟ وفيه الاهل اللي بيشدوا الزوجه ناحيتها وما ينصفوش الزوج، بالعكس ده يقولوا له لو انت عاوز ترجع لها روح اعتذر لاولادك وبوس دماغهم وراضيهم، لمجرد ان بيتكلم في حقوقه كأب وبيقول للابناء انتوا غلطتوا في كذا او غلطتوا في كذا او بتتصرفوا تصرف غلط، اللي انتوا بتعملوه ده غلط. فبيلاقوا الام اللي ما عندهاش مخ يلجأوا لها، وبتكون النتيجه ان بيسيبوا البيت للاب. يا ساده محترمين، انا ما بحكيش قصص وروايات، انا مش قاعد ماسك قصه ميكي جيب والتنتان والشياطين ال13 وبقرا لكم منها. انا لو هتشوفوا كميه المشاكل اللي بتوصل لي وانا فيا عيب، ما اعرفش ان كان عيب ولا حاجه كويسه، مهما انت اتكلمت معايا بحاول انصحك لوجه الله تعالى فقط، لكن ما ببصمش بالعشره ان الكلام ده هو الصدق 100%، لان انا لازم اسمع للطرف الثاني. هي دي طبيعتي، وطبيعتي بتقول الكلام اللي انا بقوله ده. احنا لسه كنا في مجلس من يومين مع حالتين، حاله عملت الخلع وخدت اللي وراه واللي قدامه وصابته صريع يعني صارع المرض في بيته، والتانيه اهلها بيطالبوه بكل كبيره وصغيره خدها منها خلال رحله الزواج، مع العلم ان عنده ابناء متجوزين، يعني ما يجبش باي شكل من اشكال الكلام ده. هنا بقى انا بكلم الزوجه، هو ده اللي ربنا قال عليه؟ ما بتبصيش حواليك وتتقي ربنا؟ ده في المسيحيه جواز ابدي الى اخر يوم في العمر. الواعظ وهو بيعمل لهم العقد بيقول لهم على الحلوه وعلى الوحشه مع بعض، على المرض قبل الصحه. انتوا مسلمين ما تعرفوش تتقوا ربنا؟ تسيبوا راجل مريض في البيت وتهجي انت وعيالك وتاخدي كل اللي ايدك تطوله وتشجعي العيال على قله الادب والفساد، تفتكري ان انت هتطلعي بابناء محترمين؟ بالعكس، ده انت هتطلعي بابناء اكثر فسادا، لان انت عنوان الفساد. انا هنا ما بكلمش الام اللي ربنا وصانا عليها ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولا كل الانبياء والرسل والصالحين، بالعكس ده انا بكلم هنا امراه مستغله، امراه منافقه، امراه اظهرت عن وجهها الحقيقي لما اتملكت، زي ما بيقولوا اتمسكنت لما اتملكت او اتحكمت، حاجه زي كده. هو ده اللي بيحصل. علشان تسيبي جوزك لا حول ولا قوه وتاخدي اللي وراه واللي قدامه، وحتى لو ما خدتيش حاجه وسبتيه مريض ممكن يكون خلاص مش قادر يناول نفسه كوبايه ميه، وتعصي العيال عليه، منك لله، منك لله. ده انت هتشوفيه في عيالك وهتشوفيه في نفسك وهتشوفيه في صحتك، وكل ما هتتعرضي لموقف شديد عليكي هتفتكريه، ويمكن ضميرك مش يصحى، يمكن ضميرك يأنبك ويقول لك ده ذنب فلان، لكن انتقام ربنا هيكون شديد. احترسي، يا اما تكوني صفة النية من اولها وتقولي يا جواز ويا اسرة، يا اما تقعدي في بيت اهلك
اولى بيك ان كنت حلوه ولا وحشه. لكن لما يوصل بيك الامر انك تسيبي راجل البيت مريض وتطفشي وتاخدي عيالك معاكي وتلمي كل اللي ايدك تطول، انت هنا اظهرت عن وجهك الحقيقي، وهو انك قليله الاصل. خالص تحياتي لحضراتكم. وكل راجل شايف نفسه في الحاله دي قول يا رب، وربنا مش هيسيبك ابدا. وانا بقولها لك نصيحه، شوف حد يخدمك بفلوسك، شوف حد يعمل لك حاجتك كل اسبوع مره حتى، وعيش حياتك. واللي سابك بالجزمه القديمه ورا ظهرك ما تفكرش فيه. ومفيش عزيز ولا غالي عليك الا صحتك. اهتم بنفسك واهتم بصحتك واتقي ربنا وقول يا رب، وثق تماما ان ربنا هيرد لك حقك في وقت من الاوقات. خالص تحياتي لحضراتكم. السلام عليكم.